يا مساء الفل على احلى متابعين، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده راجعه لكم بفيديو بجد كله خير. هنعمل مع بعض النهارده اسهل واسرع طريقه ممكن تتخيليها للعيش البلدي. انا عاملاه هنا عيش يعتبر اسمر لانه معمول بدقيق ممزوج ما بين الابيض والاسمر. تابعي معايا الفيديو للاخر، ولو اول مره تشوفيني انا بيبو، دي قناتي روتينيستا، وكملي معايا علشان نشوف هنعمل ازاي. بصوا بقى، انا هنا جايبه كوبايه من الدقيق الابيض وكوبايه من الدقيق الاسمر. الدقيق الاسمر اللي هو بيبقى عليه نسبه كبيره من الرده. هنضيف عليهم زي ما انت شايفه كده بمعلقه صغيره من معالق الشاي. ضفت عليهم نص معلقه من الملح، وكمان معلقه من الخميره. الخميره هنا ممكن يعني تستغني عنها، وهنستعمل بيكنج باودر برضو في الوصفه. ممكن تستغني عنها، ولو اني انا ما فضلتش بصراحه. ومعلقه صغيره كده برضو من البيكنج باودر، يعني معلقه خميره صغيره ومعلقه بيكنج باودر صغيره، ونص معلقه ملح. هتحطي بقى معلقتين صغيرين برضو من السكر. تقدري تزودي لو انت حابه ان العيش بتاعك يبقى مسكر اكتر، وممكن تستكفي بواحدة بس من معالق السكر. يعني هتحطي معلقة واحدة بس علشان خاطر تشغل الخميرة بتاعتك. بس هي بصراحة مفيش غنى عن السكر في الوصفة بتاعتنا، علشان بتدي تسكيرة حلوة قوي للعيش وبيبقى طعمه مختلف تماما. هنا بقى بصوا، دي اختياري انا حطيتها يعني لمزاجي انا. معلقة كبيرة من القشطة بتاعت وش اللبن. انا كنت غالية لبن وكنت مطلعة القشطة بتاعته، فحبيت اني استعملها في الوصفة دي. لكن الوصفة بتاعتي انا حاطة فيها لبن، يعني حاطة فيها حوالي 3 أو 4 معالق كده من اللبن. قولي يعني اقل من ربع كوباية لبن او ربع كوباية لبن براحتك. ممكن تستغني عن القشطة واللبن وتحطي معلقة من اللبن البودرة، بيبقى طعمه حلو جدا جدا في وصفات العيش تحديدا ووصفات المخبوزات. واللبن البودرة ده بيبقى سر من اسرار الحاجات الحلوة اللي بنشتريها من المخابز الكبيرة. بيبقوا حاطين فيها لبن بودرة علشان بتدي طعم للعيش والمخبوزات عامة، وبتدي كثافة كده للعجينة، والعجينة بتاعته بتبقى مختلفة تماما عن العجينة العادية اللي بنعملها في البيت. فاللبن البودرة هيفرق معاكي كتير جدا جدا. بصوا بقى، هنبدأ نضيف مية واحدة واحدة كده، ونبدأ نعجن، نشوف العجينة محتاجة مية قد ايه، ونضيف واحدة واحدة لحد لما العجينة تظبط معانا وتلم. لكن مش هنقف في العجن، لازم تخدمي العجينة كويس جدا وتربي عرق فيها علشان خاطر تطلعي بنتيجة محترمة. وان العجينة بتاعتك كل لما تنعم معاكي وما تبقاش بتقطع، كل لما النتيجة بتاعتك ان شاء الله تبقى حلوة. ومش هقولك مضمونة لان الضامن هو ربنا يعني، بس انتي طبعا اشتغلي كده وسمي الله وانتي بتشتغلي، وادي لكل حاجة حقها، فهتلاقي الدنيا معاكي حلوة وجميلة. وكل لما تعجني اكتر، كل لما الدنيا كده تظبط معاكي والعجينة هتبقى حلوة قوي وناعمة. بصوا بقى، انا بقيت اخد كده مية من الكوباية زي ما انتوا شفتوا كده، وابدأ اني اعجن العجينة كويس جدا واشوفها لو محتاجة مية. انا عاملة العجينة طرية الى حد ما، يعني فيها سنة تلزيق. تمام. سبتها كده 10 دقايق بس علشان خاطر لما اجي اقطعها ما تبقاش بتشد زي الاستيك. وابتديت بقى اني اقطعها. هنرش دقيق كده على الترابيزه بتاعتنا، وهنبدا نقطع العجينه الحجم اللي انت هتشوفيه ده. طبعا هو بيتوقف على راحتك انت، عايزه رغيف العيش يبقى قد ايه. بس الحجم ده حلو جدا، يعني الحجم ده قريب لحجم البيضه. والكوبايتين هيعملوا معاكي لو على الحجم ده هيعملوا معاكي 8 ترغيفة من العيش بالحجم اللي هتشوفيه لما نيجي نفرد. اهم حاجة وانتي بتقطعي كده العجينة، تلمي العجينة بالطريقة اللي انتي شايفاها كده وتقفليها كويس جدا، علشان ده بيعمل قلب للعيش كده وبيخلي العجينة مظبوطة معانا. هنقطع بقى كل الكمية ونبدأ نسيبها 5 دقايق بالظبط، وهتبدأي تفردي، او ممكن تبدأي بأول كورة عملتيها. طبعا هي على ما بتكوني عملتي باقي العجينة، اول كورة بتعمليها بتكون ارتاحت. هترشي شوية دقيق، او لو عايزة العيش اكتر ان هو يكون اسمر، هترشي الردة او الدقيق اللي عليه الردة المتاح بالنسبة لك والمتوفر. عايزة اقول لكم ان الوصفة دي اقتصادية جدا جدا وموفرة قوي، وكمان منقذة لما يكون عندك يعني اكل او طبخة او اي حاجة محتاجة انك انت تاكلي معاها عيش، وفي وقت مزنوقة فيه مش عارفة تنزلي مثلا وقت
متاخر مش عارفه تنزلي، او ما عندكش حد ينزل يجيب لك عيش، او اي ظرف حصل وانت عايزه يكون عندك عيش، المهم ان ده هيعمل معاكي العيش بجد. لو حسبتيها هتلاقي نفسك عملتي العيش من اوله لحد لما استوى خد معاكي نص ساعه. هتقولي لي ازاي؟ احسبيها كده معايا واحده واحده وهتلاقي نفسك اخدتي نص ساعه. هتعجني العجينه في 5 دقايق او 7 دقايق. كمان هتبداي انك انت تسيبيها ترتاح 10 دقايق، وهتبداي انك انت تفرديها. وطبعا هتكوني مشغله الفوق البوتاجاز زي ما احنا هنعمل، ما بتاخديش على البوتاجاز 10 دقايق كمان. يعني لو حسبتي التوتال كله على بعضه هيحسب معاكي نص ساعة بالظبط، مش اكتر ولا اقل. طبعا احنا كده انا قطعت العجينة كلها وابتديت باول كورة وفردتها زي ما انتوا شايفين كده معايا. وعلى لما خلصت اخر واحدة كانت اول واحدة ارتاحت وخمرت معايا. فاهمين ازاي؟ فبتبداي بقى انك انت تولعي البوتاجاز على الطاسه اللي هتشتغلي فيها، تكون الطاسه ليها سمك ما تكونش رقيقه علشان العيش ما يلسعش معانا وهو لسه ما استواش، وياخد فرصته في السوا كده ويبقى القلب بتاعه كويس. بصوا بقى انا هنا اتعمدت ان تشوفوا اول رغيف ما بياخدش الارتفاع المظبوط والسوا اللي احنا عايزينه والنتيجه الحلوه، وان هو ينفخ كده علشان الطاسه بتكون لسه ما خدتش السخونيه زي ما بيقولوا كده وما اتظبطتش كويس. فبس بقى من تاني او تالت رغيف يبدا تشوفي كده النتيجه حلوه زي ما انت شايفه. بسم الله ما شاء الله، العيش نفخ وبقى ليه قلب وتقدري تفتحيه وتقدري تعمليه سندوتش كده من جوه. وكمان هوريكي دلوقتي بعد لما اطلعهم كلهم على الفوطه واغطيهم. طبعا انا بقيت اطلع رغيف واحطه على فوطه واغطيه بفوطه، فبحيث ان هو ما ينشفش معايا، وكمان يعمل من جواه نقدر نفتحه وما يبقاش مقفول كده على نفسه. بصوا بقى هنا العيش بعد لما خلص، عايزه اقول لكم ريحته رهيبه بجد، حلوه جدا جدا. العيش كله طالع حلو وبيتفتح ما شاء الله، كان كله بيتفتح وبجد طعمه خطير. وبصراحه اتاكل كله على العشاء، انا كنت عاملاه للعشاء وبصراحه كان بجد خطير. شايفين السمك بتاع الرغيف من جوه ليه قلب كده وليه سمك، وينفع يتعمل على فكره حواوشي، يعني تاخدي التجربه وتعمليه حواوشي. بس كده بالهنا والشفا مقدما. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو لان هو فعلا يستاهل، ولما تجربيها تتاكدي جدا ان هو يستاهل. واوعي تنسي الاشتراك في القناه وتفعلي الجرس على الكل عشان تشوفي كل جديد بنزله هنا في القناه. يلا اشوفكم على خير وسلام.